السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي فيديو بكلم فيه الطلاب المقبلين على الجامعة. فيا صديقي، بما انك خلصت الثانوية فألف ألف مبروك، بس اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني، لأن ببساطة انت بتبدأ حياة جديدة على ورقة بيضاء. انت في الأول كنت دايما واحد من الركاب في المركب، ودلوقتي بقيت قبطان المركب. يعني ببساطة انت اللي هتشيل مسؤولية نفسك وهتدير أمورك بنفسك، وهتحدد انت عايز ايه خلاص. فيا اما هتوصل المركب للشاطئ بتاعها، يا اما هتغرقها. المهم، انت لو فاكر الجامعة زي الافلام والمسلسلات وقبة نخبط في بعض وننزل نجيب كتب وحب من اول نظرة والفيلم الهندي ده يشتغل، فانا عايزة اقولك مفيش الكلام ده. المهم من غير كلام كتير خليني اقولك كام حاجة تحطها حلقة في ودنك. اول حاجة الهدف، انت بتحدد هدف لنفسك، انت رايح علشان هدف معين. يعني ببساطة انت مش رايح الجامعة عشان تحب وترتبط وتصاحب وتتسلى وتنزل تهزر وتتكلم او تعمل حاجات من الكلام اللي انا بقوله ده. انت رايح لهدف معين، حط هدفك قدام عينيك على طول، لانك انت بقيت في بيئة هتتوهك كتير، مفيش رقيب عليك غير ربنا. لازم تبقى عارف ان سن العشرينات ده بيكون اصلا سن غريب مريب شوية، اللي هو انت بتكون مش عارف انت مين وعايز ايه. يوم عن يوم بتعرف اكتر يعني بتبقى ناضج عن اليوم اللي قبله. لان ببساطة انا بشوف ان سن العشرين ده بيكون سن مهم جدا، وفي نفس الوقت هو جميل، لانك انت بتكتشف فيه نفسك وبتحدد انت عايز ايه، وبتعرف انت اي مجال شاطر فيه. يعني انت تطلع من الاربع خمس سنين جامعة وانت محدد طريق هتمشي فيه، لان بعد كده الحياة بجد هتشلوحك مش هترحمك اطلاقا. علشان كده انت لازم تستغل فترة الجامعة صح. تاني حاجة، هتركز مع نفسك وبس، لانك انت في الجامعة لو مركزتش مع نفسك نفسيتك هتضيع بجد. لان في الجامعة هتلاقي اللي في مستواك، وهتلاقي الانفلونسر، وهتلاقي اللي والده دافع له دم قلبه علشان يدخله اللي هو عايزه، هتلاقي اللي معاه عربية، وهتلاقي الروش اللي عايز يلفت الانتباه، هتلاقي الدحيح، وهتلاقي اللي ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة وداخلها بالحب كده، هتلاقي اللي بيحب الجيم، وهتلاقي اللي بيحب يشتري كل حاجة من بره، أكل جاهز أي حاجة من بره، لأنه مرتاح ماديا ومعاه. هتلاقي يعني أنت هتقابل أشكال وألوان. شفت الناس دي كلها، احنا مش هنركز مع حد فيهم، لان كل الناس دي تقريبا كل واحد فيهم بيكون مركز مع نفسه بس. فلما انت تدخل الجامعة افهم ان انت مش في سباق مع حد، مفيش جايزة نوبل محطوطة لك عشان توصل لها، لا. يعني مفيش حد هيكسب في النهاية، خليك في سباق مع نفسك وبس. كل واحد في الناس اللي انا اتكلمت عنهم دول بيكونوا مميزين في حاجة معينة، فركز انت مميز في ايه. وزي ما انت بتاخد في انطباع مبدئي عن الناس بتاخد انطباع مبدئي عليك. علشان كده انت لازم تهتم بشكلك ونفسك وريحتك ولبسك، وحاول انك ما تكونش اوفر يعني علشان تلفت الانتباه. خليك دايما سيمبل في كل حاجة، البس المناسب مع نفسك، فاهمني؟ خد بالك ان اول انطباع الناس بتاخده عنك هيفضل موجود عنك يعني لغاية التخرج تقريبا. يعني ما تحاولش تخرج عن نطاق شخصيتك الاساسية علشان تكون ولد دمك خفيف وروش، لانك كده كده هتتقفش. بس الاحلى في الجامعة انك انت لو شخصيتك القديمة ما كانتش عاجباك يعني وما كنتش واخد حقك في اي حاجة، لا في التفكير ولا انك ما كانش عندك حتى ثقة في نفسك، او ما كنتش بتعرف تتكلم وسط اصحابك او تقول رأي معين، يعني ممكن جدا تشتغل على ده، لان مفيش حد لسه يعرفك. او حتى لو كانوا هما بيتنمروا على شكلك او طريقتك في الكلام او في اللبس او في اي حاجة، فانت ممكن تغير ده في الجامعة عادي. ارسم لنفسك الشخصية اللي انت عايزها بس، خليك على طبيعتك مش مصطنع. يعني بلاش تتصنع حاجة مش موجودة فيك علشان تلفت الانتباه او تلفت اللي حواليك. اعمل الحاجة يعني اللي انت شايفها صح لنفسك، فاهمني؟ اشتغل على الحاجة اللي كانت بتضايقك في شخصيتك علشان تعيش عادي بطبيعتك من الاخر، ما تعيش عيشة مختلفة عن عيشتك عشان تلفت الانتباه او تعجب حد معين. مفيش اجمل من انك انت تكون على طبيعتك بصراحة. تالت حاجة واهم حاجة الصداقة. بلاش تثق في اي حد، بلاش تثق في اي حد في الجامعة. يعني انت طبعا احنا عارفين اول سنة بيكون في مجموعة وفي شلل وفي مش عارفة ايه وحوارات من دي، فانا منصحش انك انت تصاحب حد من اول اسبوع او انك انت تعمل شلة، لانك انت الشله دي يعني مش عايزه اتكلم دلوقتي بس انت هتشوفه بعدين. بلاش كمان تثق في حد وتفتح له الصندوق بتاعك وتقعد تحكي، لان الجامعه السر اللي بيتقال فيها تاني يوم الدفعه كلها بتكون عارفاه. علشان كده بلاش صداقه الفتره دي. احنا بنتعرف على الناس طبعا، اسمي مش عارفه ايه، اسمي علي، اسمي محمود، اسمي منى ومارينا والجماعه دول، فبس كده بنعرف اسماء بعض وبنعامل بعض معامله سطحيه وخلاص الموضوع تمام، لغاية ما الاقي الشخص اللي شبهه واللي هو هياخد بايدي لطريق ربنا، يعني طريق يرضي ربنا.
وملناش دعوه باللي يقول انا ظبطت دي وكلمت دي وشقطت دي وكلام من كل ده، سيبك منه، لانه والله الكلام ده بيقعد له في الاخر. ولما تلاقي حد شبهك ما تجريش عليه برضو وتقول له انا ارتحت لك وانت خد قلبي وخد عمري ومش عارفه ايه ويلا نكون صحاب ونفتح الصناديق لبعض ونقول اسرار بعض. لا لا، الموضوع مش بيبقى كده خالص. لازم اشوف منه موقف 2 و3، لازم يكون فعلا جدير بالثقه دي. بنت، بالمناسبة الصداقة بتكون بنت تصاحب بنت، ولد يصاحب ولد، ملناش دعوة خالص بالجنس الآخر، إلا لو في حالة الضرورة القصوى، اللي هو أنا بشبهها زي الخمر في الصحراء وما لقيتش مية فهشرب الخمر، فأظن ربنا كان محلل دي. رابع حاجة الدراسة. الحياة الجامعية مش زي المدرسة اللي هو اللي يحصل واللي يقعد في الصف الأول ومعايا ملزمة. لا، ما تعملش كده، ما تعملش حركة يخلي اللي قدامك ان هو ياخد انطباع ان عقليتك لسه صغيرة وحركاتك حركات عيال ابتدائي. دي حركة من الحركات القديمة، ما ينفعش تتعمل. اوعى تكون فاكر ان الثانوية خلصت يبقى خلاص المذاكرة خلصت، لا خالص. اوعى برضو بما انك دخلت طب او هندسة او اداب او اي كلية تانية يبقى انت بقيت دكتور او مهندس او مدرس، لا خالص. انت لازم تتعب علشان توصل للهدف اللي انت عايزه، او علشان تكون شاطر في المجال بتاعك. في ناس كانت جايبة درجات هايلة في الثانوية العامة وبقوا يسقطوا في طب عادي. حاجة كمان، افتكر ان مذاكرة الثانوية كانت مذاكرة بخوف وتوتر وضغط، اعتقد ما فيش اصعب من كده. انما الجامعة انت بتذاكري ولا عليكي ضغط من اهلك ولا خوف، هما شوية التوتر ليلة الامتحان وخلاص، وما فيش حاجة صعبة على اللي بيذاكر بصراحة. طيب انا دراستي دلوقتي بقت بالانجليش وانا ضعيف فيه، ملهاش علاقة خالص. بجد ما انكرش ان اول ترم بيبقى فيه صعوبة في المذاكرة، بس ده بسبب انك متعود على العربي مش اكتر، بس هتتعود بعدين. ده ما يمنعش اننا محتاجين الانجليش في حياتنا عموما علشان فرص العمل. الانجليش ملهوش علاقة بدراستك بالانجليش في الكلية، يعني مش هيأثر عليك قوي، بس الانجليش مهم في حياتنا العملية. خامس حاجة الدكاترة والمعيدين. خلينا في الدكاترة، 70% من الدكاترة بيكونوا كويسين قوي، فانت تحاول تفهم دماغ كل دكتور بيحب ايه وما بيحبش ايه مش ايه، لانها هتفرق معاك في التعامل مع الدكاترة. هتلاقي الدكاترة الكويسين اللي انت مستخسرهم اصلا في الجامعة، وهتلاقي الاخر. سادس حاجة عيش حياتك. الجامعة بس مش للدراسة، لان الجامعة مش هتعلمك كل حاجة، هي يا دوب بتركز على المجال اللي يخصها، مش هتكلمك عن الجانب النفسي ولا الاجتماعي ولا المادي ولا إدارة حياتك الشخصية ولا تطوير نفسك ولا اي حاجة من كل ده. عشان كده احنا لازم نمسك العصاية من النص. سابع حاجة وللأسف الشهادة الجامعية. الشهادة الجامعية دي لو اكتفيت بيها فهي مش هيكون ليها اي 30 لازمة. لازم تكون مميز وتجرب كل حاجة علشان السي في بتاعك لازم يكون مليان، علشان فرص العمل تكون ليك متاحة ويكون ليك متاح الافضل دايما. في النهاية بقى عايزة اقول حاجتين، عايزة اقول كلمتين بصراحة. عايزة اقول كلمة للاولاد: اتقي الله وراعي ربنا في كل حاجة بتعملها. راعي ربنا قوي في بنات الناس، اللي ما ترضهوش على اخواتك ما ترضهوش على غيرك، لان كما تدين تدان. راعي ربنا في مالك وفي اهلك وفي صحتك. اما البنات بقى، اوعى تخرجي عن مبادئك ابدا. زي ما انت طالعه من بيت اهلك استمر. حتى لو كنت بتلبسي لبس ضيق او اي حاجه، ما اروحش اصاحب اللي اقل مني في اللبس، لا اصاحب الاعلى مني درجه في لبسي، علشان لعل وعسى بكره وبعده ممكن تاخد بايدي للطريق اللي هو يرضي ربنا، فاهماني؟ وربنا يكتب لكم الخير في اللي جاي. وبكده وتكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك والشير وسبسكرايب. مع السلامه.